السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، رضا مع حضراتكم. يا رب الجميع يكون بألف خير وصحة وسلامة يا رب. النهارده إن شاء الله 3 مباريات في الدوري المصري. الساعة 4 المقاولين مع الاتحاد السكندري، والساعة 7 ماتشين في نفس التوقيت. وأنا لحد الآن برضو مش فاهم يعني إيه القصة في اللي أنت تلعب ماتشين في نفس التوقيت، وخصوصا لما يكون مثلا فرقتين بينافسوا على الدوري. مباراة البلدية مع الأهلي الساعة 7 ونفس التوقيت المصري مع بيراميدز. والله بجد مش عارفين مين المسؤول على اللي انت بتحط التوقيتات زي بعض. يعني انا مثلا من حق واحد كجمهور الاهلي اللي انت تتفرج مثلا على مباراة المصري وبيراميدز. ليه؟ لان هو بيراميدز منافس معاك على الدوري، فمن حقي ان انا اتفرج على الماتش، اشوف مثلا هل المصري هيفوت ولا مش هيفوت. ما هو كده كده المصري هيقول لك ايه، انا ضمنت نفسي ان انا العب كونفدراليه. لكن انا برضو من حقي ان انا اتفرج على مباراه بيراميدز، عايز اشوف، اتفرج على الفريق اللي هو يعني بينافسنا على الدوري. لكن مين اللي بيحط الماتشين في نفس التوقيت؟ ما انتش عارف. وبقالها يعني بقالها كذا جوله نفس الكلام. يعني انت ممكن مثلا بدل ما انت عامل ماتش المقاولين والاتحاد السكندري الساعه 4، يا عم حط مثلا المصري وبيراميدز الساعه 4، وخلي الاثنين التانيين في نفس التوقيت مع الاهلي، بحيث مثلا ان انت الجمهور يعرف يتفرج على ماتش الاهلي ويعرف يتفرج مثلا على ماتش بيراميدز. بيكون ان بيراميدز بينافس معايا على الدوري، من حقي ان انا اتفرج عليه. لكن مين بيعمل الماتشين في نفس التوقيت؟ انت ما انتش عارف. هل مثلا انتوا بتعملوا حاجه من تحت لتحت البيراميدز فمش عايزين الجمهور يتفرج عليها؟ يقول لك كده كده الجمهور مشغول بماتش الاهلي مش هيتفرج علينا، فانت تساعد الدنيا. ما حدش عارف مين المسؤول، ما حدش عارف. الاتحاد المصري بتاعنا مش عارف الناس ديت يعني لحد امتى انتوا هتفضلوا ناس سلبيه، ناس طيبه، مش عارفين تاخدوا حاجه موقف حلو الناس يعني تفتكروا بيه بعد ما تمشوا. يعني ربنا يعدي الشهرين دول اللي انتوا قاعدينهم على خير. النهارده ان شاء الله الساعه 7 مباراه الاهلي والبلديه. امبارح مارسيل كولر اعلن القائمه واتكلمنا فيها مع بعض. خليني اقول لك طاقم التحكيم لمباراه الاهلي والبلديه: محمد ناصف مع حكم ساحه، بيساعده هنا عبد الفتاح واحمد عبد المنعم شعبان. حكم رابع نادر امر الدوله، وهي حكم فار طارق مجدي. يعني اتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، ويقدر اللي هو يرجع بال3 نقط كده، وفي نفس الوقت اللعيبه تطلع سليمه ومفيش لاعب يتصاب. ده بالنسبه لمباراه النادي الاهلي. طيب بالنسبه للتشكيله، يعني محدش يتوقع التشكيله يا جماعه، لان مارسيل كولر محدش يتوقع معاه اي حاجه. ممكن مثلا بعد دخول ياسر ابراهيم ممكن تلاقي مثلا مصطفى شوبير في حراسه المرمى. خط الظهر ممكن يكون مثلا محمود متولي مع ياسر ابراهيم، ممكن ياخد شويه، لان رامي ربيعه اتمنى اللي هو يعني يريح شويه عشان عنده كدمه في الكاحل. وبرضه رامي ربيعه الفتره الاخيره لعب ماتشات كتيره مع راحه محمد عبد المنعم، فممكن يكون ياسر ابراهيم، محمود متولي، عمر كمال يلعب باك يمين. اتمنى اللي هو يلعب باك يمين تريح محمد هاني شويه. او ممكن تلعب مثلا عمر كمال باك شمال، لان اتمنى ان علي معلول برضه يريح، ويلعب اكرم توفيق باك يمين. في نص الملعب ممكن تلعب مثلا مروان عطية مع قفشة، ودخل معاهم كريم ندفد. في ال3 اللي قدام اتمنى مثلا حسين الشحات، كريستو لو ياخد جزء شوية، او كريم فؤاد مع بيرسي تاو وكهربا. يعني تشكيل ممكن شبه كده، لكن طبعا هو مارسيل كولر هو له وجهة نظر في الاول والاخر. طيب ده بالنسبة لمباراة الاهلي والبلدية. طيب خلي بالك يا جماعة، برضو انت عندك مباراة بيراميدز مع المصري هتبقى مباراة قوية جدا، لأن خلي بالك إن الاتنين يعني خلاص. يعني المصري عايز اللي هو يحسن من موقفه شوية، يقول لك يعني أنا دلوقتي خلي بالك إن ده المصري مركز تاني. 37 نقطة. يعني هيبقى محتاج اللي هو يكسب علشان يبقى 40 نقطة. يعني المصري داخل الموسم السنة دي بطموحات عالية. طيب هنشوف المباراة تمشي على إيه. وعشان كده كنت بتمنى ان الماتشين يبقى في توقيت مختلف. يعني مباراه زي دي تبقى مباراه كويسه، 4 نقط بين الفرقتين. من حق الجمهور اللي هو يعني يتفرج على ماتش زي ده. طيب
تعالى بقى نتكلم معاك، هشوف هل بطل الكونفدراليه يلعب دوري ابطال ولا لا. بصوا يا جماعه، في الفتره الاخيره اتكلمنا كتير مين اللي هيلعب افريقيا ومين اللي هيلعب دوري الكونفدراليه. طلع علينا الاتحاد الافريقي قال لك اللي هياخد دوري ابطال افريقيا السنه دي هيلعب في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، بصرف النظر عن ترتيبه في الجدول الدوري ايه. تمام. طيب بطل الكونفدراليه يلعب افريقيا ولا لا؟ في اللائحه بتقول ان بطل الكونفدراليه الموسم اللي جاي بيلعب دوري ابطال. تمام. لكن برضو ما تنساش ان اللائحه في بند في اللائحه بيقول لك ان مفيش دوله بيبقى فيها اكتر من فرقتين، يعني كل دوله بيشارك فيها فرقتين اتنين. طيب ده لو احنا فضلنا ماشيين بناء على نتائج الدور الاولاني. طيب انت عندك الاهلي عنده دوري ابطال افريقيا، عنده نهائي، والزمالك عنده نهائي كونفدراليه بكره الذهاب. طيب الاهلي باذن الله اذا اخذ دوري ابطال افريقيا من غير ما تبص على شكله ايه في الجدول او ترتيبه ايه في الجدول، الاهلي الموسم اللي جاي بيلعب دوري ابطال افريقيا كونه حاكم حامل اللقب وبيدافع عن لقبه. ده بالنسبه للاهلي في دوري الابطال. طيب الزمالك اذا اخذ الكونفدراليه، طيب من حقه اللي هو يلعب دوري الابطال، لكن ما تنساش البند اللي في اللائحه فرقتين من كل دوله. طيب في الحاله ديت الزمالك يعمل ايه؟ نفترض مثلا الاهلي خد دوري الابطال، كده كده هيلعب في دوري الابطال الموسم اللي جاي. طيب نفترض ان بيراميدز اخذ الدوري والزمالك مركز تاني والاهلي مركز ثالث في الدوري وخد دوري الابطال. الاهلي هيلعب دوري الابطال. طيب ده انا بكلمك ده لو انت كنت بتتكلم ايه في شكل الجدول العام كله. الزمالك مثلا مركز تاني وخد الكونفدراليه، خد الكونفدراليه من حقه يلعب دوري ابطال، ومركز تاني من حقه يلعب دوري ابطال. طيب انت عندك دلوقتي الاهلي اخد دوري الابطال، فهو اللي هيلعب في دوري الابطال مع بطل الدوري وليكن لو هو بيراميدز. انا بكلمك علشان بكلمك لو الاتحاد الافريقي خد بشكل الجدول كله بعد انتهاء الموسم، لكن طبعا ده مستحيل. انت دلوقتي هتاخد بحكم الدور الاولاني. طيب موقف الزمالك ايه لو اخد الكونفدراليه؟ الزمالك لو خد الكونفدراليه والاهلي اخد دوري الابطال وبيراميدز مثلا، نفترض في انتهاء الدور الاولاني ان بيراميدز هو المتصدر الدوري في افريقيا، الاهلي مع بيراميدز. طيب الزمالك وضعه ايه؟ الزمالك خد الكونفدراليه، هيلعب كونفدراليه الموسم اللي جاي. واحد يقول لك ازاي اذا كان الزمالك لو اخذ كونفدراليه من حقه يلعب دوري ابطال؟ من حقه يلعب دوري الابطال، لكن ما تنساش ان انت عندك بند في اللائحه فرقتين من كل دوله. وخلي بالك النظام ده او القرار ده اتاكد من 2017. من 2017 الاتحاد الافريقي اصدر ان ما فيش اكتر من فرقتين من كل دوله. 2015 كانت نفس القصه في الجزائر كان عندها 3 فرق، لكن ابتداء من 2017 الاتحاد الافريقي هو اللي حط المعايير دي، هو اللي حط البند ده. فالزمالك اذا اخذ الكونفدراليه الموسم ده وهو مركز رابع او خامس على حسب ترتيبه في الجدول في الدور الاول، هيلعب كونفدراليه الموسم اللي جاي، مش هيلعب دوري ابطال. نفس القصه دي حصلت مع اتحاد العاصمه. ازاي؟ اتحاد العاصمه السنه دي كان بيلعب الكونفدراليه قبل ما يحصل مشكله بينه وبين نهضه بركان، كان بيلعب الكونفدراليه. الموسم اللي فات كان اتحاد العاصمه هو حامل اللقب، حامل اتحاد العاصمه كان بطل الكونفدراليه. وخلي بالك ان ترتيبه في الدوري الجزائري ما كانش يحق له المشاركه اللي هو يلعب لا كونفدراليه ولا دوري ابطال، كان بعيد عن المراكز المؤهله للبطولات الافريقيه. طيب بالرغم من كل ده كان يقول لك ان انا من حقي انا كبطل كونفدراليه العب دوري ابطال افريقيا، لكن هو الفرقه اختارت ان انا بطل كونفدراليه ادافع عن لقبي. انت متخيل معايا؟
اتحاد العاصمه الموسم اللي فات هو بطل الكونفدراليه، كان من حقه اللي هو يشارك في دوري الابطال، برغم ان الدوري ان مركزه في الدوري ما كان مش مؤهل اللي هو يلعب افريقيا نهائي، لكن هو اختار ان انا العب كونفدراليه كوني حامل اللقب، وان انا بدافع عن اللقب بتاعي. هو ده اللي هيطبق مع الزمالك اذا اخذ الكونفدراليه السنه دي. الزمالك لو خد الكونفدراليه السنه دي، الموسم اللي جاي مش هيلعب دوري ابطال افريقيا. الاتحاد الافريقي هيقول لك انا هاخد بطل الدوري الاثنين المؤهلين مع بطل دوري الابطال، اللي هو مثلا لو الاهلي خد دوري الابطال هياخد مين؟ بيراميدز اللي هو الاول الدوري الدور الاولاني. اتمنى لو انت تكون مركز معايا او انت تكون فاهم. طيب الزمالك الكونفدراليه هيلعب كونفدراليه، الاتحاد الافريقي هيلاعب الزمالك الكونفدراليه بحكم اللي انت حامل اللقب وحكم اللي انت بتدافع عن اللقب بتاعك. ده بالنسبه للزمالك لو خد الكونفدراليه هيلعب دوري ابطال ولا لا. يبقى في المختصر كده، الاهلي لو خد دوري الابطال هيلعب الموسم اللي جاي افريقيا. بيراميدز لو هو فنش الدور الاولاني متاهل متصدر الجدول هيلعب مع الاهلي افريقيا. طيب الزمالك لو خد الكونفدراليه مش هيلعب دوري ابطال افريقيا، هيلعب في الكونفدراليه زي ما هو بصفته اللي هو حامل اللقب وصفته اللي هو بيدافع عن اللقب. ده بالنسبه للي هيلعب دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. طيب الحاجه الاخيره عايز اتكلم معاك فيها، حقيقه ايقاف الشيبي. بصوا يا جماعه، طلع امبارح بالليل كلام حقيقه ايقاف الشيبي. انا عايز اقول لك يعني في السريع المختصر كده، اللائحه في لجنه الانضباط بتحق لها اللي هي توقف الشيبي من 6 شهور لسنه. ده اللائحه اللي بتقول. طيب تعال بص لها بقى من جهه ثانيه. هل لجنه الانضباط اللي بعتت للشيبي مره واثنين وثلاثه للخضوع للتحقيق والشيبي ما جاش، بعد ما بعتت له 3 مرات والشيبي ما جاش، ويقول لك اصل عنده ماتش، اصل هو في المغرب، اصل ما اعرفش، وتاني يوم كان بيلعب ماتش مع بيراميدز؟ هل انت من وجهه نظرك كده واللي انت تشغل عقلك شويه ان لجنه الانضباط اللي بعتت للاعب 3 مرات واللاعب بالبلدي هو عليها وما جاش، هل انت مقتنع اللي هي تفرض عقوبه او ايقاف على الشيء ب6 شهور وسنه؟ مستحيل. مستحيل. علشان بس يبقى انت تتكلم بعقل. انا واحد من الناس كلجنه انضباط بعت للاعب 3 مرات واللاعب ما جاليش. طيب المفروض كنت اعمل ايه؟ لو انا بنفذ اللائحه صح، لو انا مثلا عارف الف ب لوائح ايه؟ ان اللاعب 3 مرات ما جاش، بناء عليها في المره الرابعه مفيش مره رابعه، كنت افرض عقوبه على اللاعب. اللاعب 3 مرات وما جاليش، المره الرابعه مفيش حاجه اسمها مره رابعه، افرض عقوبه وش كده. لكن اللاعب 3 مرات وما يجيليش فانا اطلع ايقاف سنه؟ مستحيل. اذا كان انا ما خدتش موقف بعد ما هو ما جاليش في ال3 مرات، ازاي ان انا يجي له الجرأه اطلع ايقاف الشيبي 6 شهور وسنه؟ اللائحه بتقول لك كده، لكن لجنه الانضباط والناس اللي قاعده في لجنه الانضباط ما عندهاش الجرأه. وخلي بالك من هنا بقى، يعني سيبك من لجنه الانضباط، المفروض اللي ينفذ عقوبه هو الاتحاد المصري، لان الاتحاد المصري هو اساس اللعبه. انت هنا المفروض في اللائحه يكون الاتحاد المصري هو اللي يعمل كده. لكن زي ما قلت لك ان الاتحاد المصري هو فاضل له شهرين، فهو صعبان عليه يعمل حاجه صح، صعبان عليه ما يقدرش. ده بالنسبه لايقاف الشيبي. ايقاف الشيبي 6 شهور او سنه، اللائحه بتقول لك نفذ كلجنه الانضباط، لكن ما عندهمش الجرأه يعملوا كده. ما خدش ايقاف او ما فرضش عقوبه على اللاعب بعد ما اللاعب هو عليه 3 مرات. فاللي يضحك عليك ويقول لك ايقاف الشيبي 6 شهور وسنه، الكلام ده ما فيش. الكلام ده مستحيل يحصل في لجنه الانضباط عندنا وفي اتحاد الكوره. ده كان كل اللي معانا النهارده. اشوفكم على خير فيديوهات تانية ان شاء الله. السلام عليكم.